الحلقة 13 من برنامج عهد مع الحسين. ضيفنا اليوم الخادم الحسيني السيد يعقوب حفظه الله، أحد مؤسسي موكب الرسول الأعظم الذي تأسس عام 2004. منذ أن تأسس هذا الموكب المبارك كان للسيد يعقوب حضور بارز وفعال، إذ لم يكتف بالوقوف لخدمة الزائرين فقط، بل جعل من الخدمة مشروعا متكاملا يلامس حياة الأيتام والفقراء والمرضى والمحتاجين. حمل هم المجتمع على عاتقه، واعتبر أن خدمة الإمام الحسين عليه السلام لا تقتصر على موائد الطعام في محرم، بل هي نهج مستمر يزرع الرحمة والعدل في كل زمان ومكان. أعماله وإنجازاته: بناء دور للأيتام والفقراء لتكون مأوى يحفظ كرامتهم ويزرع الأمل في قلوبهم، توفير قناني الأكسجين وأجهزة التنفس للمرضى خصوصا في أصعب الأزمات، المشاركة في المغتسل الخيري خلال جائحة كورونا حين كان الخوف يعم العالم، لكنه تقدم مع المؤمنين ليغسل أجساد الأحبة بيد الإيمان، السعي المستمر لتأمين العلاج للمرضى من الفقراء والأيتام حتى لا يبقى بينهم محروم أو متروك، نشاطات واسعة في كل موسم حسيني وفي كل مناسبة يجدد فيها العهد بخدمة سيد الشهداء. مسيرته إنها ليست مجرد خدمة، بل مسيرة عمر كاملة، مسيرة وفاء لم تنقطع، حمل فيها راية الحسين وأثبت أن العهد لا يجدد بالكلام فقط، بل بالأفعال التي تسجل عند الله وأهل البيت. لقد أصبح السيد يعقوب قدوة لكثير من الخدام ومثالا يحتذى به في التضحية والإخلاص. الختام: في هذه الحلقة من عهد مع الحسين نقف مع رجل جدد العهد منذ أكثر من عقدين وما زال ثابتا، هو السيد يعقوب، خادم الحسين الذي قدم نفسه وماله وجهده ليبقى اسمه مقرونا بالولاء والوفاء. سلام على كل يد امتدت بخدمة الحسين، وسلام على كل قلب نذر نفسه في هذا الطريق. طوبى لكم أيها الخدام، فما عند الله خير وأبقى. هذا ومن الله التوفيق. تقبلوا تحياتي الإعلامي محمد جواد. تابعونا على صفحاتنا الرسمية على الفيسبوك محمد جواد، وعلى اليوتيوب قناة الوداع.